كيف صار هذا التحول أستاذ مروان بأبجديات وأدبيات الخاصة بهذا الحزب الإسلامي بعد ما كان رافض بشكل واضح وصريح ويجرم التطبيع إلى مباركته لهذه الخطوة اللي قامت فيها المغرب؟ بداية ستي، احنا لا شك انه يعني برفض كل عربي حر اي شكل من اشكال القبول بالامر الواقع، وهناك ضرورات تلجأ لها الأنظمة السياسية نتيجة ضغوطها ونتيجة استلاب قرارها السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والقوى العظمى والهيمنة الإسرائيلية على قرار هذه الدول، ونتيجة تفكك العالم العربي وانهيار العراق وسوريا وتشييع هذه العواصم نتيجة ما حصل في العشر سنوات الأخيرة. لكن أنا بعتقد أن خيارات الشعوب واسعة جدا في رفض هذه الحركة التي تستهدف فرض أمر واقع من قبل إسرائيل على الشعوب العربية في إدماجها في المنطقة. وأنا أعتقد أن القضية ليست قضية حزب العدالة والتنمية بقدر ما هي قضية أنظمة سياسية تقوم بأدوار مختلفة في خدمة طيب المشروع الصهيوني. أستاذ مروان، لو كان وأنا إذا سمحتي بس خليني أكمل لك. بعتقد أن التركيز يجب أن ينصب على النظام العربي الذي بدأ يتهوى من الخليج والمغرب، وقبل ذلك دول عربية أخرى وقعت اتفاقيات السلام من سنوات طويلة جدا. أيضا تركيا لا يخفى على أحد أنها تقيم علاقات من أكثر من 50 سنة مع هذا الكيان. نعم، تتحدث عن أنظمة، ونحن الآن نتحدث عن هذا الحزب الإسلامي اللي صدم الجميع بموقفه. أستاذ مروان، لو ما كان هذا الحزب جزء من النظام السياسي في المغرب، هل كان ممكن يكون له موقف مختلف من التطبيع؟ شوفي أقول لك، يعني الحزب السياسي بالنهاية هو يعني يتحمل مسؤولية أخلاقية معينة، لكن الذي يتحمل المسؤولية الأكبر هو النظام السياسي، لأن هذا الحزب يشارك في الحكومة وله محددات، والقرار السياسي في المغرب هو لملك المغرب وليس القرار السياسي للحزب السياسي. وأعتقد أن هذه القضية تتفاعل في المغرب ولا ندري إلى أين يمكن أن تصل يعني. لكن لا نريد أن تتحول القضية إلى جلد يعني للذات يعني لأحزابنا السياسية المختلفة، بقدر ما هي يعني يجب أن تكون محاكمة للأنظمة التي تتهاوى بس الآن، يعني إذا الحكام والأنظمة. نعم، يعني أستاذ مروان، وبوابة الوصول للحكم والاستمرار فيه من خلال التطبيع مع العدو. حديثك أستاذ مروان وكأنه تبرير، يعني إذا كانت الأنظمة بتطبع فما نلوم يعني الأحزاب، يعني هذا ما يفهم من حديثك. أنا حديثي واضح أن من يتحمل المشكلة والذنب هو ذنب الأنظمة العربية ككل التي قادت مشروع الاستسلام للكيان الصهيوني منذ عام 48، منذ أن تشكل هذا الكيان. وليست القضية قضية حزب سياسي هنا أو حزب سياسي هناك، سواء كان هذا الحزب إسلامي أو ديمقراطي أو شيوعي. بعتقد أنه في محددات تفرض على هذا الحزب أي شيء ممكن يكون، ولا يعني هذا أنني أقبل بمثل هذا الأمر. أنا لو كنت مكانهم بقدم استقالتي وما بستمر في هذا الأمر، لكن لهم ظروفهم ولا أستطيع أن أدين أو أحاكم يعني هذا الحزب أو غيره. طيب أستاذ مروان، لازم يعني تكون المعركة واضحة، ولازم الإدانة تكون مباشرة للأنظمة السياسية التي تتخذ مثل هذه القرارات. نعم، واضحة هذه الفكرة. أستاذ مروان، أخيرا وبشكل سريع، هل تعتقد بأنه رح تصير انسلاخات داخلية في داخل الحزب، لأنه ما فيش موافقة جمعية على الأقل من الأفراد أو بعض الأفراد المنتمين؟ ما بعتقد، لأنه أجنحة الحزب متماسكة والكل يعرف في المغرب. إحنا هون في المشرق ما بنعرف هذه القضية أختي الكريمة، أن السياسة الخارجية يحتفظ بها الملك المغرب لنفسه، ويعتبر نفسه هو أمير المؤمنين وهو صاحب الحق في أن يعني يسالم ويحارب، وبالتالي ليسوا هم
أصحاب القرار هي أحزاب تدخل في العملية السياسية للمشاركة في أدوار تنفيذية وفي وزارات خدمية بعيدة كل البعد عن الملف الأمني أو الملف السياسي الخارجي. نعم. ومن هنا أنا بكون يعني دقيق في كلامي عندما أقول لك أن النظام العربي هنا أو هناك هو الذي يتحمل مسؤولية هذه. نعم. وفي تبريرات الحزب في بيانه يعني قال بأنه إحنا ما بنستطيع نخالف الدولة المغربية وسياستها الخارجية بشكل واضح. كان هذا الحديث من الحزب ما يؤكد حديثك. شكرا جزيلا لوجودك معنا بكل الأحوال، يعطيك ألف عافية.